أعلن نادي استقلال طهران الإيراني لكرة القدم اليوم السبت على التعاقد ديالو مع الدولي المغربي منير الحدادي في صفقة انتقال حر، خطوة اللي صدعت غاص بزاف ديال الجماهير المغربية من بعد المسار ديالو في القارة العجوز. النادي الإيراني أكد عبر الصفحات الرسمية ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحدادي صاحب 30 عام غادي يوقع الموسمين كرويين، وبهذا غيسحب البساط من فرق أوروبية وعربية اللي كانت باغية تخطفو. في منشور رسمي على إكس قال استقلال طهران اللاعب اللي عنده 30 سنة لعب مع برشلونة، فالنسيا، ألافيس، إشبيليا، خيطافي، لاس بالموس وليغانيس، ودابا انضم عندنا بعقد لسنتين. وزاد النادي في عرضه إنه منير الحدادي خريج أكاديمية برشلونة وزميل سابق الميسي نيمار وسواريز، والآن ولا لاعب ديالنا. منير برز بقوة قبل سنوات ودافع على ألوان المنتخب الإسباني في ماتش واحد قبل ما الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدخل وتبدل ليه الجنسية الرياضية باش يلعب مع أسود الأطلس اللي مثلهم في 11 الماتش وسجل 2 ديال الأهداف. ولكن بصراحة ورغم الهيللة الإعلامية اللي دارت عليه، الحدادي ما كانش في المستوى اللي تمناته الجماهير المغربية، لأنه غير خرج من برشلونة هبط نجمو وما بقى داك اللاعب اللي دارت عليه معركة كبيرة بين إسبانيا والمغرب.